من مكان لآخر، فقد يمكث فترات طويلة في دخوله وخروجه. لأن طارق لابد أن يتجهز قبل الموعد بساعة، لأنه حينما يمشي من غرفته إلى المكان المخصص للعلم يجلس أو يمشي مدة 15 دقيقة. انتقال من مكان لمكان يصل إلى 15 دقيقة. 5 سنين من الكفاح والصبر والهمة العالية لم تجعل طارق يستطيع الكلام فقط، أو أن يختلط بالناس، أو أن يقرأ القرآن بشكل جيد فحسب، إنما حقق الله له أمنية لم يدر في خلده يوما أن يحققها أو أن ينال شرفها، فقد أتم بفضل الله تعالى في هذا العام حفظ كتاب الله كاملا. وصدق الله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. في البداية لما رأيت الصعوبات التي واجهها لم أكن أتوقع أنه سيكمل ويختم القرآن، لكن لما رأيت من جده وإصراره ومثابرته، والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، بحمد الله يعني أتمم طارق حفظه للقرآن بفضل الله، ثم بفضل جده واجتهاده. بدأ في حفظ كتاب الله عز وجل، وأعانه الله وسدده ووفقه حتى أتم حفظ كتابه الكريم. شعوري عند إكمال كتاب الله، وهذه منة يمنها الله علي، أن أتممت كتاب الله لا أستطيع أن أوصفها، حتى أن لما قرأ لي الموجه الدرجة سجدت لله سجود الشكر وأنا أبكي، ولم أشعر إلا وأنا ساجد، فلا أستطيع أن أوصف ذلك. كل من عرف طارق أو زاره وجد أثر القرآن في خلقه وصبره، وهكذا هم أهل القرآن كالغيث أينما حل نفع. ورغم ما يعانيه طارق، لكنك لا تراه إلا مبتسما بشوشا تأسرك أخلاقه وسعادته الغامرة. حتى زملاؤه الذين اعتادوا زيارته من حين لآخر كانوا يجدون عند طارق بغيتهم في شحذ هممهم والارتقاء بعزيمتهم. لم يكتف طارق بحفظ القرآن، فقد بدأ مرحلة جديدة في العلم والتعلم، فقد التحق بدورات علمية عدة في المملكة وخارجها، وذلك كله باستخدام التقنية الحديثة، فإنه يستخدم فيها فمه ويديه المضمرتين. أنصح أخواني الشباب وأنصح نفسي قبل ذلك الحرص على كلام الله، فإنه الذكر، وإنه فيه خير كثير، بل هي السعادة في القرآن. وليعلموا أنه كلام رب البشر خالقهم وخالق الناس أجمعين، لم تتحرك أيديهم إلا بقدرته، ولم تبصر أعينهم إلا بفضله، ولم يسمعوا إلا بقدرته. قد قال الله تعالى: فعال لما يريد. لكن لما يستغل الشباب
عمره ووقته فيضيع شبابه هدرا هنا وهناك ولا يستفيد منه، فتلك والله خسارة فادحة عليه، لأن في الشباب يتوفر عنده القدرة والعزم والنشاط. وأسأل الله أن يغفر لنا ولهم، وأن يحرصوا على كتاب الله، وليعلموا أن خير الذكر كلام الله. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا. نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذوا ولدا